ومما ورد في فضل الصمت ما جاء عند أبي يعلى والطبراني عن أنس بن مالك وحسنه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق والصمت، عليك بحسن الخلق والصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، ما تجمل الخلائق بمثل حسن الأخلاق وبمثل